السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم؟ صباح الفل، صباحكم بخير، صباحكم بسعادة، صباحكم بنجاح، صباحكم باكتشاف نفسك قبل ما تكتشف الآخرين، وتتعاون وتصل لفكرتك ونجاحك. أهم حاجة إنك تكتشف نفسك وتعرف نفسك من مواهبك ومميزاتك، وإيه اللي تعرف تعمله، وإيه اللي أنت عايز تتدربه علشان تصل للهدف بتاعك. كمان أهم حاجة تعرف أنت عايز إيه وعايز توصل لفين من هدفك، وفي نفس الوقت إيه عيوبك وإيه اللي أنت تقدر تصلحه وإيه اللي ما تقدرش تصلحه. طول ما انت عارف نفسك، طول ما انت وصلت للنجاح الرئيسي. ثم بعد كده تطور من نفسك في دورات وكورسات في المجال اللي انت عايزه او مجالات لغاية ما تكتشف انه مجال تحبه. المهم انك تصل بعد سنة، بعد 2، بعد 5، بعد 10. المهم ايه؟ تصل. بعد ما تصل هتلاقي نجاحك زي مين؟ زي بيومي فؤاد، وزي كذا ممثلة اشتغلت في الأجانب وفي العرب وفي المصريين، اشتغلوا بعد سن 40 ووصلوا للنجاح بعد ما اشتغل وخد مدير عام واستقال، وفي اللي اشتغل وما كملش واستقالوا علشان يدخل مجال التمثيل تاني وحقق حلمه، زي أحمد أمين كان صحفي. وفي دكتور عمل استقالة من دكتوراه لأنه هو بيحب الطبيخ، دخل في المطبخ واشتغل مساعد لغاية ما بقى أحسن شيف دلوقتي في العالم، وغيره 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 من الاكتشافات الذاتية. اللي أنا عايز أقوله، أنا مين؟ أنا الدكتور أحمد أيوب، دكتور صحة نفسية وإرشاد أسري، ولكن أنا كبني آدم عندي هواية. إيه هي هوايتي؟ ابتدت في تقليد الأصوات، وبعدين دخلت في شوية تمثيل. طب ما فكرت كده من 5 6 سنين، طب ما أنا عايز أعمل فريق. بدأت أدور في الصفحات الخاصة بالكاستنج والأوديشن والتمثيل، وإزاي أعمل أوديشن وإزاي أعمل كاستنج. خدت خبرة كفاية، وبعدين بدأت إن أنا أدخل في جروبات الواتس، ولحد دلوقتي أنا موجود فيها، وبدأت أجمع ناس، وبدأت عملت اجتماع واتنين وتلاتة لغاية ما استقريت على بعض ناس نعمل سكتش كده في البداية، وبعدين سكتش في التاني في التالت. بدأ حد بيفضل معايا، وبعدين فضل ناس، وبعد كده مشي، وبعد كده ظروف، وبعدين توقفنا، وبعد كده اشتغلنا تاني، وهكذا. حوالي عملنا لغاية فترة قريبة عملنا فيلم من جزئين اسمه الصحاب رزق. وقبليه كنا عملنا كذا فيلم، منهم 4 أفلام، منهم أول سكتش كوميدي كنا مسمينه نفسية وتوليد، دكتور نفسية وتوليد، وبعدين غيرناه بقينا على الفيلم القديم يا حبيبي كلنا لصوص، سميته مجانين ولكن ظرفاء. مثلا فيلم بتاع بموت في الثانوية. الفيلم ده مهم جدا، وكنا عايزين نعمله جزء تاني وتوقفنا، وعايزين نعمله جزء تاني. فيلم بتاع مثلا لعنة في بيت مسكون. الفيلم ده كنا عايزين نعمله جزء تاني، ودي قصة حقيقية واقعية اتعملت وحدثت بالفعل. عملنا جزء تاني الأول بتاعها، وكنا يعني خلاص الدجال هيبتدي يشتغل والسحر والشعوذة، وتوقفنا لأن احنا عايزين عدد كبير جدا من الشباب، علشان طلبة بقى الجامعة وغيره وحوارات بتحصل، فعايزين جزء تاني، عايزين نعمل الفيلم ده جزء تاني كمان. متوقفين كمان عشان الديكور محتاجين نغير الشقة اللي احنا بنصور فيها دايما، الكلام ده كله. متوقفين كمان علشان الأفكار، عندنا أفكار كتير واشتغلنا عليها، زي السكتشات التمثيل، زي بعض الأفلام القصيرة، ولكن عايزين نتطور، عايزين نعمل حاجة أفضل،
عايزين فكرنا في مواقف وطرائف وهنبيعها للتلفزيون. السنة اللي فاتت توقفنا بسبب الكاميرا موجودة، التأليف موجود، المصور موجود، ولكن والمخرج كان موجود، ولكن بعض الناس الممثلين خلعوا. وقفنا تاني، بدأنا خلاص هنعمل ايه، توقفنا خالص لغاية ما جات لنا فكرة سكتش بتاع الدكتور فرفوش رزق. كل ده موجود على صفحتي مواهب فنية، وموجودة كمان في الصفحة التانية فرقة تمثيل نجوم مصر. ممكن تبحثوا عليها على الفيسبوك. موجود كمان قناتي على اليوتيوب نجوم مصر أحمد أيوب، ونجوم مصر للتمثيل أحمد أيوب. ممكن نغير الأسماء بعد كده، يعني في فكر تاني احنا عايزين نغيره. طيب احنا الفترة دي عايزين ايه؟ عايزين شباب للتمثيل وبنات للتمثيل اي سن، عايزين سيدات كبار، عايزين رجالة كبار، عايزين كمان ديكور يعني ايه؟ يعني مكتب، يعني شقة، يعني مستشفى، يعني اي ديكور، فيلا، شاليه، ان احنا نقدر نصور فيه الحاجات اللي احنا عايزين نعملها. لو في متاح مصور بكاميرا يفضل، مفيش خلاص مش مهم، احنا بنصور بالموبايل وبنعمل مونتاج وبنروق الدنيا الحمد لله. عندنا المخرج، عندنا الممثلين الاساسيين اللي هو انا، واحيانا المخرج بيمثل، وكمان المصور معانا، يعني كده. طيب فكرة الفرقة بتاعتي ايه؟ فكرة مش ذاتية، يعني انا ما بدفعش حاجة، ولا المخرج ولا اصحابي ولا زمايلنا ولا اللي بيمثلوا خالص. ده اسمها الفكرة التمثيل الذاتي. وطبعا في مصلحة كتيرة جدا لبعض الناس، الفرق اللي موجودة في المسارح اللي في القاهرة وفي اسكندرية وفي كل المحافظات بيعملوا مسارح على بعض. انا ما حبيتش كده، انا بعملها بالمجهود. يعني لو هناخد مثلا قاعة بره زي ما انا عملتها قبل كده في استوديوهات بره واماكن بنحجز فيها، فكل واحد يدفع 5 جنيه مكان القعدة بتاعته. لو زادت شوية تبقى 7 جنيه 10 جنيه. الكلام ده من كام سنة. طيب اهم حاجة في العمل كله، الناحية الفنية كلها ايا كانت، الكتابة. احنا عايزين فكرة، وفكرة كوميدية بالذات، لان احنا ما محتاجين الناس تضحك، محتاجين الناس تفرح، محتاجين الناس بقت تعبانة جسديا وتعبانة نفسيا وتعبانة ذهنيا. احنا في وقت وضغوط من كل الاتجاهات، فعايزين نفرح الناس بأي شكل. ادي فكرة التمثيل بتاعتنا، ايه اللي ناقصنا، ايه اللي احنا عملناه بالفعل. طيب في ناس بيقول يا رب يجعل اكتشافي على ايدك. انا ما بكتشفش حد، انا مش شركة انتاج، انا مش هدفع لك فلوس. فطبيعي اللي هيشتغل معانا يبقى هو قادر ماديا ان هو يجي القاهرة، او هو في القاهرة بالفعل، يدوب مصر المواصلات. الفكرة ان احنا عايزين احنا نمثل، نوصل بفكرتنا. يمكن يعني يا نعمل سيفي لنفسنا، يا اما حد يلاقينا واحنا نلاقيه ونبتدي. وبالفعل في كذا مخرج كلمني قبل كده، في كذا شركة انتاج كلمتنا قبل كده، وكان في مهرجان كلمني ان احنا ندخل الفيلم بتاعنا للمهرجان، ولكن كان فرقت في المونتاج الاخير، لان كانوا عايزين حاجة معينة في الفيلم، في طريقة معينة بعدد وقت معين، الكلام ده كله ففرقت معانا في يوم واحد. وحد قبل كده عرض علينا هيدينا مبلغ مالي وهو اللي هينتج، بس نعمل فكرة ألف ليلة وليلة بشكل تاني. يعني أنا دخلت المجال بقال فترة 5-6 سنين، وتعرض عليا ناس حاجات كتير، ودخلت في المجال بشكل جدي، وعايز أصل بحلمي زي ما انتوا عايزين توصلوا بحلمكم. وقابلت مخرجين مسرح، يعني الحمد لله الحمد لله. انا ما بلعبش بنفسي ولا بلعب بالاخرين.
احنا متوقفين ليه دلوقتي؟ عشان اقفل الموضوع كله، احنا متوقفين علشان الفكرة. احنا عايزين مؤلف او مؤلفة حتى لو من خارج القاهرة، المهم ان يجيب لنا حاجة فيها كوميديا. في فكرة تانية درامية اجتماعية، عايز اعرض مشاكل المجتمع حاليا بشكل درامي، خاصة الأمراض النفسية والمشاكل النفسية اللي بتحيط بينا حاليا، من الأشخاص النرجسية للنفوس المريضة وغيره وغيره. عايز أعمل فيلم كده وثائقي وأحاول أعرضه لبعض الجهات الرسمية والغير الرسمية، بحيث إن يتعرض ويبقى توعية للناس. الحمد لله عملنا كذا حاجة توعية، ومن سكتش بتاع مصلحة السعادة تاخد كوبي بيست كده في CBC او النهار اعتقد، واتعمل زيه بالظبط. فالحمد لله صوتنا مسموع، بس لسه عايزين زقة مادية، وعايزين زقة الناس تشوفنا اكتر. باختصار ادي فكرة الفريق بتاعي، هو فكرة اجتهادي حر. احنا مش شركة انتاج، انا ما بكتشفش اي حد. الكاستنج والاوديشن ده خاصة بشركات اللي هم موجودين، في المهندسين بتوع الكاستنج. انا فرقة عاملها حر، ان احنا نتجمع بفكرتنا بجهدنا باللي احنا نقدر نعمله عشان نطلع انتاج معين. الانتاج ده بنعمل ايه؟ كل واحد بياخد النسخة دي بيعملها CV لنفسه، يمكن يقدمها لنفسه في مكتب الكاستنج، او في معهد فنون، او المهم يبقى ناتج ليه يقدر يبقى CV لنفسه. ده كده باختصار. في اي حد عايز يسألني عن اي حاجة، او ممكن تكلمني على الواتساب 012 028 90 244. في حد عنده فكرة في مواقف طرائف، لو عايزين نعمل مواقف على التيك توك، غيره 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 غيره، المهم حاجة فنية محترمة، مش حاجة مبتذلة او حاجة قلة ادب او غيره وغيره وغيره، يا ريت تكلمني علشان ننجح كلنا. سلام.